ميزانية الشهر خلصت وعايزة تعملي أكل بسيط كده وسهل وسريع. عندك حبتين بطاطس وحبتين طماطم. تعالوا أقولك كده هنعمل أحلى أكلة اقتصادية مع بعض وطعمها تحفة جدا ما شاء الله وجميلة وهتعجبك، وجربيها ورايا وهتدعيلي. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. أنا جبت كده حبتين بطاطس وأقشرهم، وتابع معايا الفيديو كده وهتعرفي النتيجة في الآخر. وبصراحة الطعم حلو جدا، أنا بحب الأكلة دي جدا جدا، اقتصادية ومتاخدش وقت ونتيجتها حلوة. بعد ما قشرت كده البطاطس اهو هقطعها مكعبات. قطعها مكعبات كده مش كبيرة اوي ولا صغيرة اوي. هقولك هنعمل بها ايه وتقولوا لي ايه رأيك في الاكلة دي وعندكم اسمها ايه. مكعبات كده بالشكل ده اهو. جبت البصلتين اللي كانوا معايا وقطعتهم، خدت نصهم كده وحطيتهم في شوية زيت على البوتاجاز، والنص التاني هاخده كده بوحدتين فلفل، وهضربهم كده في الكبة بملح وبهارات. ومعايا الشبت اهو كزبرة، هيطعموا لي الاكله دي جدا وادوها طعم وريحه حلوه جدا. هقطعهم كده ونرجع للبصله بتاعتنا وهنرجع نجمعها كده ونشوف هنعمل فيها ايه. يدوبك البصله كده تصفر وتاخد لون ذهبي فاتح كده حلو اهو بالشكل ده زي ما انت شايفه كده. ولو وصلت معايا لغايه هنا ما تنسيش تحط لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك كل فيديو جديد احنا بنعمله. وده هنزلت كده بالبطاطس اهي على البصل. احنا في اوقات صعبة كده ولازم ننوع في اكلنا، مش كل يوم هيبقى اسماك ولحوم وحاجات من دي، اصلا الاولاد بتزهق والميزانيات طبعا والمصاريف والدنيا غالية، ولازم كده ايه يوم كده ويوم كده. بعد ما قلبت البطاطس كده بالشكل ده مع البصل، جبت حبتين الطماطم بتوعي اللي كانوا عندي، جبت بقى حته الصلصه كده وسبت الطماطميتين. لو عندك صلصه اشتغل بيها، لو عندك طماطم فريش اشتغل بيها اهو بالشكل ده كده. وهقلبهم مع بعض، هسيبهم كده يتسبكوا مع بعض كده وياخدوا يدوا مع بعض اهو لغايه ما الطماطم كلها تفك معايا الصلصه. والبطاطس تستوي شويه كده، احط عليها شويه ميه، عايزاها بس تستوي نص تسويه، مش عايزاها تستوي تسويه كامله. وهتشوفها النتيجة هتطلع جميلة جدا ما شاء الله هتعجبك. تابع بس معايا الفيديو للآخر. هسيبها بقى تستوي شوية. على بال ما تستوي كده يكون انا غسلت الرز وجبته اهو. خلاص كده دخلت في نص تسوية عند البصلة اهي اللي انا عملتها وحدتين الشطة والشبت والكزبرة متقطعين اهم، وعندي كام فص توم هاخد منهم حبة واسيب الباقيين هقولك برضه هعمل بهم ايه. هنزل بقى كده بالحاجات دي كده على الطماطم والبطاطس اللي سبكوا مع بعض كده واستووا. شم بقى احلى ريحة، النتيجة روعة بسم الله ما شاء الله هتعجبك باذن الله. بعد كده ما قلبت الشبت والبصل مع البطاطس والصلصة اهو بالشكل ده كده، احلى ريحة هتشميها. هنزل بقى كده بايه بالرز بتاعنا اللي احنا غسلناه، نغسله من الصفر اهو. بدأت انزل بالرز كده واديله تقليبه حلوه كده بقى مع البطاطس والبصل والثوم والشبت والكزبره. يا سلام على الجمال وعلى الحلاوه. انا عندي الاكله دي احسن من السمك ومن اي حاجه، بحبها جدا ما شاء الله بتبقى جميله. الرز بتاعك بقى حسب ما بيشرب السوائل بتاعته زوديه، كل واحد الرز بتاعه عارف عياره قد ايه. بعد ما تنشف كده بالشكل ده هدي عليها بقى تستوي كده الرز وحبات البطاطس اهو بالشكل ده كده، ودينا تقليبه. ودي معانا احلى اكله طعمها جميل جدا بسم الله ما شاء الله. وجبت بقى كده الزيت بعد ما سخن
جبت كام فص توم كده اللي كانوا معايا نصهم، وهحمرهم بالشكل ده، اعمل لها طشه حلوه كده فوق الرز، بيبقى طعمه حلو جدا جدا اهو. بعد ما الثوم اتحمر كده بالشكل ده هنزل بيه على الرز. وعيشي بقى، تعملي بقى جنبها مخلل، جنبها سلطه خضار. والاكله دي بتتاكل جنب السمك المشوي برضو، بتبقى جميله جدا ما شاء الله، طعمها حلو قوي قوي. ده كشري بطاطس، بيقولوا عليها كشري بطاطس، بيقولوا عليها مدفونه، سموها بقى مش عارفه عندكم ايه. في ناس بتحط فيها بيض، بتفتح بيض كده وتحطوا فيها معاها وهي بتطبخ، وهي لسه فيها الصلصه. بس انا ما جربتهاش الصراحه، وما اقدرش احكم عليها الا لما اجربها، لان احنا بنحبها كده وما بنعملهاش الا كده. شايفه طالعه مفلفله وجميله ازاي، وطعمها جميل بسم الله ما شاء الله اهو بالشكل ده. ممكن تحط عليها زيت بالثوم في نص التسويه زي ما انت شايفه كده، وسيبها تكمل تسويتها للاخر. شايفه حبه البطاطس زي ما هي، ما اتهرستش ولا اي حاجه ازاي، ماسكه نفسها وفي نفس الوقت مستويه. وده خلاص بعد ما كملت التسويه اهي. كلي بقى احلى طبق رز كشري بالبطاطس، طعمها خطير جدا، هتعجبك وهتعجب الاولاد باذن الله. قولوا رايك فيها في التعليقات. مع السلامه.